السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ بداية كده النهاردة الجمعة، فحبيت أذكركم ونفسي بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا في يوم الجمعة وفي كل الأيام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. فصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية كده معانا أي كمية من الكبدة حسب عدد أفراد الأسرة وعدد الأشخاص اللي هتاكل. نتأكد إن هي طازة كده ولونها حلو، ونقطعها قطع، ولا كبيرة قوي ولا صغيرة قوي، يعني قطعها قطع معقولة كده، لأن لما بتبقى كبيرة برضو ما بتبقاش حلوة، ولما بتبقى صغيرة قوي بتتفرفت وبتتفتفت كده وتتهري. فنخليها قطع معقولة، يعني مثلا حسب حجم الكبدة بقى، يعني ممكن أقول لك كبدة تتقطع 5 قطع، فتبقى الكبدة كبيرة. في كبدة كبيرة وفي أحيانا كبدة بتبقى صغيرة، على حسب يعني حجم الكبدة اللي في إيدينا نقطعها قطع معقولة كده. هنقطع الكبدة كلها الأول طبعا، وقبل ما نغسلها. وبرضه هنقطع القلوب، هتبقى كبد بس مش كبد وقوانص. هنقطع القلوب، نشيل القطع الزيادة اللي بتبقى ملهاش لازمة كده في القلب في البداية. وفي النص كده لما نشق القلب نصين، هنلاقي يعني تجمع دموي كده أو قطعة دم كده غامقة، هنشيلها بالسكينة أو بإيدينا. القلب بقى هنقطعه نصين أو هنقطعه أكتر حسب حجمه برضه. انا بغسل الكبده الحقيقه، يعني كتير هيختلف معايا في النقطه دي، بس هي حسب يعني حاجه حسب الارتياح النفسي. يعني في ناس ما بتغسلهاش وازاي ده دم ما بتتغسلش، لا انا الحقيقه بغسلها. وهو مش قانون يعني ان هي ما تتغسلش، ده مش قانون، والمنطق يقول انها تتغسل بصراحه، يعني على اساس برضو ان هي بتتنقل من ايد لايد ومن مكان لمكان على ما توصل لنا، مع احترامنا للجميع. بس هي زي ما قلنا عمليه ارتياح نفسي، يعني شطف سريع يعني بمية بيضة فقط يعني. واحطها في مصفى تصفي ميتها زيادة، وبعد كده بستخدمها. حطينا حلة على النار فيها زيت ومية وشوية ملح، وحطينا الاسباجيتي زي ما انتوا شايفين. اللي حابب يحطها سليمة مفيش مشكلة، اللي حابب يكسرها نصين برضو مفيش مشكلة. بعرف ان الاسباجيتي استوت لما اضغط عليها كده والاقيها بقت تتكسر معايا بسهولة وطرية يعني. حطيتها بقى، غسلتها وحطيتها في مصفى تصفي ميتها. الحقيقة برضو من الحاجات اللي بحب اعملها، وناس كتير يمكن تختلف معايا، ان انا بحب اغسل المكرونة ايا كان الطريقة اللي هطبخها بيها، يعني سواء بقى المكرونة للكشري او صلصة او فرن. بغسلها وارش عليها شوية من الزيت كده، ده بيفلفلها وبيخليها كده مفرفطة من بعضها مش ماسكة في بعضها. علشان لما اجي استخدمها بقى الكشري او لغرف اي غرف بتبقى سلسة معايا، والواحدة بوحدتها كده مش ماسكة النشا. لو ما غسلتهاش وما حطيتش عليها الزيت، النشا بتخليها تمسك في بعضها قطعة واحدة. كمان في ناس بتحب تاكلها كده يعني من غير صلصة، فبتبقى طعمها حلو لما يبقى مغسولة ومع عليها شوية زيت كده. عملت رز ابيض عادي خالص، يعني علشان برضو اللي حابب ياكل الكبدة مع الرز. انا حبيت اعمل جنبها كذا حاجة علشان يعني اصورها لكم، لكن عادي الواحد ممكن يعني بنعملها جنب حاجة واحدة، يعني يا سندوتشات يا اما مكرونة يا اما رز. لكن انا عملت اكتر من حاجة علشان التصوير بس عشان الفيديو. هنا بقى معايا فلفل حار او ممكن يبقى بارد حسب الرغبة، ومعايا شوية ثوم، ومعايا بصلة، ومعايا الكبدة بعد ما غسلتها وحطها في مصفاة الصفة دلوقتي. الفلفل ممكن يبقى رومي بارد او حر، ممكن واحد بس حر. الحقيقة انا لقيتهم التلاتة يعني حارين، فشلت واحد من الحر وحطيت واحد بارد لان كان حر جدا، استبدلتهم بعد كده. يعني معايا التوابل بتاعتي برضو، شوية فلفل اسود وشوية كزبرة ناشفة وشوية كمون وشوية ملح، يعني الابيض ده ملح بس مش باين يعني. وفلفل اسود وكزبرة ناشفة وكمون طبعا، مش اكتر من كده، ما بحطش بهارات اكتر من كده. والبصلة والفلفل هقطعها كلها. البصلة برضو حاجة حسب يعني الرغبة، ممكن تحطوا اكتر من بصل كتير وممكن قليل حسب ما تحبوا يعني. تقطعوا شرايح بقى او صغير او كبير برضو حسب الرغبة، يعني مش هنختلف. قليت بقى جنبهم شوية بطاطس برضو، يعني علشان جنب الكبدة، سواء بقى هناكلها بسندوتشات او رز او مكرونة.
بس جيت في طاسة بقى حطيت فيها شوية من الزيت، زيت الدوار الشمسي يعني، ومعلقة سمن بلدي. يعني لما الزيت يسخن قوي احط معلقة، انزل بمعلقة السمن البلدي، وبعد كده لما يسخنوا مع بعض انزل بالكبدة اديها صدمة. منزلش بيها مرة واحدة، هنزل بيها حبة حبة كده زي ما انتوا شايفين، ويا دوب يتملي الطاسة، تتملي مش اكتر من كده يعني، قاع الطاسة يتملي، ما احطش كتير علشان ما تنزلش ميتها وتبقى زي المسلوقة. انا عايزاها تاخد صدمة كده وتتشوح. مجرد ما الاقيها خدت لون ابتدي كده اقلبها. لحد دلوقتي انا لسه ما حطيتش البهارات. انا هبتدي اقلب في الكبدة كده، لما لونها يغير شوية ابتدي بقى انزل بالبهارات بتاعتي. الكبدة الطريقة دي قالت لي عليها صديقة يعني بصراحة جميلة جدا، كبدة الفراخ، وهنستبدلها بكبدة بقى البقرة اللي هي بقت غالية جدا دي وبتنافس سعر اللحمة بصراحة. يعني علشان برضو زيادة الأسعار المبالغ فيها دلوقتي، فدي يعتبر حاجة سعرها كده هادي شوية، ووجبة مفيدة وجميلة، وهيحبوها بالطريقة دي الأولاد والكبار كمان. بصراحة طعمها جميل. بعد ما نزلت بالتوابل وقلبتها تقلبتين كده مع التوابل، نزلت بقى بالبصل بتاعي وبالفلفل. ويعني الاول انزل بالبصل، اقلبها برضو شوية كده في البصل، يعني دقيقتين 3 مع البصل. الفلفل بقى التوم بيبقى قبل الاخر بشوية. هحط برضو معلقة حلوة كبيرة من التوم كده، وانزل بقى بالفلفل بتاعي ده قبل ما اطفي عليها، يعني بحوالي كده 5 دقايق او 7 دقايق، لان مش عايزة الفلفل يستوي قوي ويتسلق فيها قوي، يعني عايزاه يبقى برضو ايه موجود، تحسيه في الاكل كده. والثوم برضو في الاخر بيبقى طعمه افضل يعني وريحته. نزلت بقى بالملح في اخر مرحلة، يعني الملح ده اخر حاجة طبعا، وانا بشتغلها بدوقها لقيتها محتاجة ملح بزود. شكلها بصراحة جميل جدا وشهي، وطعمها كمان حلو. هبتدي بقى اغرفها. لو انا عامله بقى اكتر من الكميه دي، اللي هي يعني اكتر من الطاسه، زياده عن حجم الطاسه او مقدار الطاسه، بحط الطاسه تاني، يعني بفضيها واحطها تاني. شوفوا شكلها ما شاء الله جميله جدا، مع الالوان كمان اللي فيها، البصل والفلفل كل حاجه ظاهره، مفيش حاجه يعني شكلها راح من الكبده. هنا بقى نضفنا مكاننا، طبعا بتبقى طرطشه جامده جدا بعد البطاطس والكبده. وحطيت حله فيها زيت على النار، حطيت شوية زيت صغيرين كده. انا عندي صلصة طماطم جاهزة اللي احنا عملناها قبل كده وفرزناها، زي ما قلت لكم كده. اما اجي احتاج اعمل اكل عايزة توم، بحط بقى التوم بقليه في شوية زيت او سمنة، واحط عليها بقى الصلصة الجاهزة عندي او التسبيكة الجاهزة عندي. انا حطيت هنا شوية من الفلفل الالوان، طبعا لو في فلفل اصفر يكون افضل مع الاحمر، ما كانش متوفر. قلبته شويه مع الثوم. ممكن الخطوه دي احط الفلفل الاول في الماده الدهنيه اللي انا حطيتها، سمنه او زيت، وبعد كده احط الثوم ياخدوا تقلبتين مع بعض، وبعد كده انزل بالطماطم. هنا بقى حطيت حوالي معلقه كاتشب كده، مش كتير يعني، برضو بتدي طعم حلو او مختلف. اللي حابب يحطها يضيفها يحطها، واللي مش حابب خلاص. المكرونه بقى بتاعتي شايفين بقى، هو ده اللي انا بقول لكم عليه، ان بعد ما غسلتها وحطيت عليها الزيت، شايفين لسه يعني اتركنت شويه وبردت اهي مثلا، بس لسه محتفظه بان هي كل واحده بوحدتها كده، بغرفها بسهوله وبتتحرك معايا بسهوله، مش ماسكه وشابكه في بعضها حته واحده. ده فايده رشه الزيت اللي انا حطيتها عليها وقلبتها فيها بعد الغسيل والسلق، وفايده الغسيل برضه. قلبها بقى في الصلصة اللي انا عملتها. برضو خطوة الكاتشب اختياري، لكن هي بتدي طعم مختلف شوية عن الصلصة العادية. هنا بقى بعد ما خلصنا الكبدة بتاعتنا، هبتدي بقى اغرفها في، سواء بقى هحطها مع المكرونة او الرز، او هحطها في سندوتشات. عملت هنا انا سندوتشات، حطيت فيها شرايح من الخس او الكابوتشا، وغرفت وحطيت الكبدة. ما شاء الله شكلها جميل جدا وطعمها برضو حلو. اللي حابب يحط بقى طحينة، سلطة طحينة، مفيش مشكلة. اللي يحب يحط شوية مايونيز او كاتشب او صوص حار براحتكم، لكن هي فيها الفلفل حار جدا. حتى انا لما عملت الطاسة التانية يعني ما حطيتش الفلفل الحار ده، لكن حار جدا يعني، خفيته شوية كده. بقى عملنا سندوتشات الكبدة، هنبتدي برضو نغرفها مع الرز والسباكيتي، شايفين ما شاء الله. ونعمل جنبها بقى سلطة خضراء زي ما قلت لكم. اللي حابب بقى يعمل سلطة شرايح جنبها من الخضروات المتوفرة في البيت، خيار وطماطم وكابوتشا وفلفل او كده،
واللي حابب يعمل جنبها سلطة طحينة أو سلطة أي نوع من أنواع السلطات يعني. عملت جنبها البطاطس وغرفتها. طبعا زي ما قلت لكم يعني احنا لما بعملها في البيت العادي بعملها يا اما مع مكرونه واسباجيتي زي كده، يا اما مع رز، او مع ممكن يبقى رز اصفر كمان على فكره، رز بالخلطه يعني، او رز ابيض. يا اما بعمل يا اما سندوتشات، يعني ما بعملش كل الانواع، لكن عملتها بس علشان تصوير الفيديو. واللي حابب بقى حسب برضو رغبة في البيت، يمكن في ناس تحب تاكلها سندوتشات، ناس لا ما بتحبهاش مع الرز او كده. انا حطيت رشة من توابل البطاطس دي، توابل جميلة قوي زي البطاطس اللي بنشتريها جاهزة، بصراحة جميلة جدا. وده كان النهاردة الفيديو بتاعنا، ان شاء الله يعجبكم، جربوها وقولي لي رأيكم في الكومنتات. واذا ما كنتوش لسه اشتركتوا في القناة شرفونا باشتراككم في القناة، وما تنسوش تفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد، وتعملوا لايك وشير لكل أصحابكم. وإن شاء الله نشوفكم في وصفة جديدة مع قناة سنس فود. وبشكر صاحبة الوصفة صديقتي اللي قالت لي عليها، جميلة جدا، جزاك الله خيرا. ولما عملتها وعجبتني عملتها لكم برضو، إن شاء الله في القناة تعجبكم. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، في أمان الله.